السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا مجددا على قناة سعيدة العسري، وكنتمنى من كل قلبي تكونوا بألف خير. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم طلبية مزروبة ديال الحلوى. في ظرف نصف ساعة وجدت 3 تشكيلات ديال الحلوى مختلفين في الشكل، ولو أنها من عجينة وحدة فهي كذلك مختلفة تماما في المذاق، وصدقوني كتجي هشيشة ورائعة وسهلة وفي المتناول. فكنتمنى تبقاو معايا حتى الاخير باش تعرفوا على المكونات وطريقه التحضير. فعلى بركه الله المكونات ديال هذه الحلوى: 250 غرام ديال المارغرين، غنحتاج معها 2 كؤوس عنبه ديال سكر كلاصي او ما يعادل 200 غرام، غادي نخلط مزيان هاد المكونات بجوج حتى تندمج الزبده مع السكر مزيان وترجع عندي على شكل كريمه. ثم غادي نضيف 2 كؤوس عنبه ديال الزيت. فاذا خدمتوا بالزبده سبيسيال من الافضل تنقصوا الزيت وتخدموا كاس واحد، لكن هاد الزبده اللي خدمت بها ناشفه وكتحتاج الزيت، فانا كنخدم معها 2 ديال الكؤوس من الزيت. كنخلط مزيان هاد المكونات حتى ينسجموا مزيان وتولي لي الزبده كريميه ورطبه. في هذه الأثناء غادي نضيف لها 4 الحبات ديال البيض يكونوا الحجم ديالهم متوسط. غنضيف 1 ساشي ديال مذاق الفاني وقبصه ديال الملح. غنخلط مزيان هاد المكونات، ومن الافضل يكون البيض بحراره المطبخ باش ما يبردلناش الزبده وباش يسهل علينا الخلط ديالها. غنخلط مزيان حتى تذوب الزبده وينسجم مع البيض، وغادي نضيف 2 معالق ديال النشا او مايزينا. فهاد النشا كيضيف لنا واحد الهشاشه من الحلوى ديالنا. غنضيف شويه ديال الدقيق، وغنضيف الخميره الكيماويه من فئه 8 غرام. غنخلط مزيان وغادي نبقى نضيف الدقيق شويه بشويه، ما عاديش نضيفو دفعه وحده. غنخلط في كل مره كنضيف الدقيق شويه بشويه حتى تجمع لي العجينه، وبلا ما ندلكوها باش تجينا العجينه مرخوفه كيف كتشوفوا. الكميه ديال الدقيق كتبقى دائما على حسب النوعيه ديالو. كي كتشوفوا العجينه رطبه ومرخوفه. غادي نقسم العجينه ديالي على 3 ديال الاجزاء بحكم انني غادي نخدم 3 ديال شكلات مختلفين. فعلى بركة الله هذا الجزء الأول غادي نضيف له كأس ديال العنبة من الفول السوداني أو الكاوكاو اللي حمرته وقشرته وطحنته مزيان. كنضيفوا هذا الجزء ديال العجينة وكنخلطوا مزيان حتى يندمج مزيان هذا الكاوكاو في العجينة. فكنشد هذه العجينة وكنقسمها على أجزاء صغيرة فقط باش تسهل عليا الخدمة ديالها. وكل جزء غادي نخدمه على شكل حريبلات كيف كتشوفوا بهذا الشكل، ويكونوا رقاقين. حرابل يكونوا رقاقين لان الحلوى مازال كتنفخ في الفران، ومن الاحسن ان الشكل ديال الحلوى كيجي صغيور، فهكا كيجي الشكل ديالها افضل واحسن. فغادي نقطع هاد الحريبلات كيف كتشوفوا تقريبا 8 ديال السنتيم كل جزء، او تقريبا 5 ديال الاصابع بحال هذا الشكل. غادي نجمع الدائره وغنقرص بهذا الشكل. الشكل راه واضح والحلوى صغيره وحلوه.
غنجمع الدائره ونقرص بهذا الشكل. غنستمر حتى نسالي العجينه ديالي كامله بهذا الشكل، وغندخلها للفران طيب على الحراره تكون متوسطه 180 درجه. غنطيبها من التحت وعادي نطلع تحمر، وما عاديش نحمرها بزاف لان من الاحسن ما نحمروهاش بزاف، هكاك كيجي الشكل ديالها افضل واحسن. وغادي ننتقل للجزء الثاني اللي غادي نضيف له 2 معالق كبارين ديال مبشور البرتقال اللي كيضيف له واحد البنه صراحه رائعه. فانا هذا المبشور البرتقال دائما كنحتفظ به في الكونجيلاتور، يعني فوقاش ما كان عندي البرتقال او كما كنسميوه حنا التشين كنغسلو مزيان، وقبل ما نستعملو كنحكو وكنحتفظ بهذا المبشور في الكونجيلاتور، فوقاش ما احتاجتو كنخرجو نخدم به. غادي نشد هاد العجينه وغادي نخرج منها كويرات تكون صغيره تقريبا فيها 20 غرام. غنوضعها مباشره في ابيض البيض ونغمسها، ومباشره غنوضعها في الكاوكاو او الفول السوداني كونكاسي او لا الفول السوداني محمر ومقشر ومهرمش. من بعد ما كندوزها في ابيض البيض كنعملها في هذا الفول السوداني وكنعملها بين يدي ونعمل فيها ثقوب بهذا الشكل، وكنصفها مباشره في الصينيه ديال الفرن. غندخلها الطيب على حراره متوسطه 180 درجه. غنطيبها من الاسفل ثم نحمرها من وجهها. وباش نختصر عليا الوقت كنمشي نوجد الشوكولاته ديالي اللي غنحتاجو في التزيين ديال الحلوى. فكنوضع 200 غرام ديال الشوكولاته الاسود يذوب في حمام مريم او بان ماغي، وكننتقل للجزء الثالث ديالي ديال العجينه او الشكل الثالث اللي غادي نضيف له واحد الساشي ديال فلان كراميل اللي صراحه كيضيف واحد المذاق رائع صراحه مختلف. صدقوني كيجي المذاق ديالو ولا اروع. فكندخل هاد الفلان كراميل في العجينه ديالي مزيان حتى كيندمج لي معاها، وعاد كنخدمها. فعادي نطلق العجينه ديالي بهذا الشكل كيف كتشوفوا. وضعت 2 ديال البلاستيكات وعملت العجينه وغنسرح فيها العجينه بهذه الطريقه. غادي نرشم العجينه ديالي بهذا المرشم، وانتم استعملوا اي مرشم كتفضلوه. وغنستمر على هذه الطريقه حتى نسالي هذه العجينه كامله. وغادي نصفى في الصينيه اللي غندخلها للفرن. وقبل ما ندخلها للفرن غادي ندهنها بواحد ابيض بيضه مضرب هكا بهذه الطريقه، وغادي نزينها باللوز ايفيلي. فكندهن الحلوى كامله بابيض البيض فقط باش كيلصق لنا اللوز عليها مزيان. من بعد ما كندهن الحلوى ديالي كامله بابيض البيض كنبدا نرش عليها اللوز ايفيلي، وغادي ندخل الطيب على حراره متوسطه. فما كتحتاجش طياب بزاف، هذه دغيا كطيب وما ماشي ما تحتاجش تحمر بزاف، فقط الطيب على نار مهيله او نار متوسطه ونخرجوها. فمن بعد ما ساليت الطياب الحلوى ديالي كامله، هذا هو الشكل الاولاني اللي خدمت، خليته حتى برد ورجعت للشوكولاط اللي كان عندي كيذوب، ضفت له 2 معالق ديال الزيت وكنغمس الحلوى فقط من الراس ديالها كيف كتشوفوا بهذا الشكل، ومباشره كنوضعو في الكاوكاو محمر وكونكاسي. كنستمر على هذه الطريقه حتى نسالي الحلوى ديالي كامله.
كنوضع تحت من واحد البلاستيكه باش ما كتلصقليش الحلوى في الصينيه، وغادي نزوقها بخطوط ديال الشوكولاط الاسود بهذه الطريقه. فانا كنفضلها تبقى عاديه بلا هاد الخطوط، ولكن الكليانه ديالي بغات الحلوى مزوقه. حتى ملي كتكون عاديه كيجي صراحه المنظر ديالها مزيون، الشكل ديالها رائع. كنستمر على هاد الطريقه حتى نسالي الحلوى ديالي كامله بالتزيين. كيف كتشوفوا الشكل ديالها كيجي صراحه رائع، وغادي نخليها تبرد عاد كنجمعها. وهذا هو الشكل الثاني اللي خدمت. فغادي نحتاج معاه كاس ديال عنبه ديال الكونفيتور اللي غنطيبو مع 3 ديال المعالق كبارين ديال السكر حتى يغلى مزيان ويطبخ. عاد غنعمر به داك الثقوب اللي كنت مت في الحلوى، وغنخليها حتى تبرد وتنشف مزيان داك الكونفيتور عاد كنجمع. وهذا هو الشكل النهائي للحلوى اللي خدمت معكم اليوم. صراحة جات رائعة في الشكل ديالها، والأهم أنها سهلة ولذيذة وكتجي صراحة كتذوب في الفم. كنتمنى هذا الفيديو يكون لقى استحسان ديالكم، وتشجعوني باللايك والتعاليق وتبارطاجيو هذا الفيديو مع احبابكم وصحابكم. واذا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ديالي كنقول لكم اشتركوا في القناه، مرحبا بكم، وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهاتي. وشكرا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله.